في 26 يناير 1936 جوزيف ستالين دخل مسرح البولوشوي عشان يتفرج على واحدة من أقوى عروض الأوبرا في الوقت ده، وهو عرض ليدي ماكبث. الأوبرا دي كانت الأكثر نجاحا في العالم وقتها، اتعمل منها قرب ال 200 عرض في موسكو ولينجراد وفي بلاد تانية زي الأرجنتين ولندن ونيويورك. صاحبها هو موسيقار روسي عمره 29 سنة ومعروف باسم ديمتري شوستاكوفيتش. ستالين دخل، قعد، استمع وخرج قبل نهاية الشوط الثالث، وبعد يومين على الصفحة الثالثة في جريدة البرافدا، ودي الجريدة الرسمية للحزب الشيوعي وقتها، ظهر مقال لكاتب مجهول الهوية بعنوان فوضى بدل موسيقى. اللي قرأ المقال ده وقتها فهم الرسالة، ده ما كانش نقد فني، دي كانت حاجة كده أشبه بجملة اعدام. ومن بعدها عينك ما تشوف الا النور. زمايل شوستاكوفيتش بداوا يختفوا واحد ورا التاني في معسكرات العمل القسري، عروض اعماله اتلغت ودخله وقف، وهو بدا ينام كل ليله بملابس كامله حرفيا، جاهز للخروج في اي وقت، وشنطه هدومه جاهزه جنبه عشان خاطر مستني يسمع اي طرق على الباب. وبعد كتابة السيمفونية الخامسة الدولة وصفتها وقتها بأنها استجابة فنان سوفيتي للنقد المحق. الجمهور فضل يسقف حوالي 40 دقيقة، لدرجة إن في ناس من اللي كانوا حاضرين واقفين بكوا. المحللين بعدها اكتشفوا إن في صرخة مخفية جوه السيمفونية دي، مدفونة جوه النوتات، لان محدش اتجرأ يصرخها بصوت عالي. وده بالظبط اللي هيخلينا نفهم لقطة تانية حصلت بعدها ب 38 سنة في ملعب كورة في ألمانيا. يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا البراء زياده وده فيديو جديد من على الكنبه. فاكرين الراجل اللي وقف طول ال 120 دقيقه في بطوله افريقيا الاخيره؟ العالم كله تقريبا انبهر بثباته الانفعالي، بس في الحقيقه ان الراجل ده علمنا حاجه اكبر بكتير من فكره الوقوف. علمنا ان سيرتك هتفضل في التاريخ كمنقذ حتى للي ما شافوش حياتك. الراجل ده كان واقف بيحيي ذكرى باتريس لومومبا، الحاكم اللي قضى على الاستعمار البلجيكي لزئير اللي هي الكونغو الديمقراطيه حاليا. والنهارده انا جاي احكي لك عن النقيض تماما، عن اللي سيرته بقت عبره حرفيا. النهارده هنحكي عن موبوتو سيسي سيكو وقصه منتخب زئير في مونديال المانيا 1974. بس قبل ما نوصل لالمانيا لازم نعرف اصلا زئير وصلت هناك ازاي. في ديسمبر 1973 زئير كانت بتلعب ضد المغرب في تصفيات كاس العالم، والمغرب كان اقوى فريق في افريقيا وقتها، وكمان كان سبق وشارك في مونديال 1970، وكان واخد باله جدا من منتخب زئير اللي طالع له في المونديال اللي جاي. الاستاد الرسمي للبطوله وقتها كان بيتسع لحوالي 8000 متفرج فقط، ولكن لك ان تتخيل ان اكتر من 20,000 مشجع حشروا نفسهم في الاستاد ده عشان بس يكونوا واقفين مع منتخب زئير في التصفيات. المغرب وقتها لعب بطريقه دفاعيه محكمه لانهم كانوا محتاجين ان هم يتصدوا لهجوم زئير فقط، وبالفعل الشوط الاول بينتهي بالتعادل 0-0، والاحباط كان باين جدا على وشوش لاعبين منتخب زئير. ولكن في الشوط الثاني الدنيا اتقلبت تماما. قائد منتخب زئير كيمبو اوبا كيمبو اللي كان بيلقب وقتها بميسيو بوت او السيد جول، قدر انه يسجل وقتها هدفين في ظرف 3 دقائق فقط. الاول كان هدف جدلي والحكم ما اهتمش ورفض احتجاجات منتخب المغرب، والثاني كانت كوره سليمه 100%. بعدها البديل اوكوفا امبونجو قدر انه يسجل الهدف الثالث في الدقيقه 79. زئير اتاهلت لكاس العالم وكان اول منتخب من افريقيا السمراء وقتها يوصل للمونديال. الشعب نزل الشوارع ومبوتو كان مبسوط والدنيا كانت على العال جدا. وعلى الناحيه الثانيه المغرب اتضايقوا جدا من الحكم في الماتش ده ورفضوا ان هم يلعبوا بقيه التصفيات، والماتش اللي بعديه اتحسب 2-0 لزئير عشان المغرب قررت الانسحاب. وكيمبو اللي هو ميسيو بوت بقى حرفيا اسطوره، والجماهير كانت بتحبه جدا بسبب اسلوبه القوي والجسدي في اللعب. ولما سجل الهدفين دول اتاكد انه هيكون واحد من ضمن الناس اللي اسمهم هيتكتب في التاريخ. موبوتو وعد اللعيبه بمكافآت ضخمه جدا وفرق عليهم فلوس وعربيات واراضي، وخلاهم كمان يسافروا بطيارته الخاصه عشان يحسوا قد ايه هم ملوك. طبعا اللعيبه وقتها كانت فاكره ان هم خلاص هيدخلوا التاريخ، بس للاسف ما كانوش يعرفوا ان هم داخلين على كابوس مش هيقدروا يخرجوا منه للابد. المقارنه هنا ما كانتش بين شخصين، دي كانت بين عقليتين. لومومبا كان عايز يبني وطن فبقى رمز للحريه، ولحد وقتنا هذا ولحد النهارده الناس بتذكره بالخير. اما موبوتو فكان عايز يبني تمثال لنفسه باستخدام اي وسيله كانت. موبوتو قرر يصرف ملايين الدولارات حرفيا عشان خاطر منتخب زئير يقدر يوصل لنهائي كاس العالم في المانيا 1974. كان عايز يقول للعالم انا الزعيم اللي صنع اول منتخب في افريقيا السمراء يقدر يوصل لنهائي كاس عالم. بس الفرق ان لومومبا كان بيستمد قوته دي من حب الناس ليه، وموبوتو كان بيستمدها من رعبهم. لما وصلوا المانيا اللعيبه اكتشفت ان المكافآت اللي اتفقوا عليها مع الرئيس
اتسرقت. واحد من اعضاء البعثه اللي كانت رايحه اخذ الفلوس واختفى، فص ملح وداب. فاللعيبه قررت ان هم مش هيلعبوا ماتش يوغوسلافيا، وكانوا عايزين يكونوا اول فريق في تاريخ كاس العالم ينسحب. لكن موبوتو وصل له الخبر. ربع ساعه اتعمل اجتماع، بعديها ربع ساعه تاني واجتماع تاني، وبعدها بلحظات الرئيس كان معاهم على الخط حرفيا. قائد الفريق راؤول كيدومو اضطر انه يتراجع في القرار على الفور. راؤول كيدومو قال وقتها ان الرئيس كان زعلان جدا، وقال انه هيتفرج بكره على ماتش في التلفزيون عشان يشوف احنا هننزل الملعب ولا لا، وده كان تهديد صريح. بس احنا استسلمنا وكنا خايفين من العواقب، مش علينا احنا بس، كمان على عائلاتنا اللي موجودين لسه في زئير. والماتش الثاني ضد يوغوسلافيا كان كارثه حرفيا. النتيجه خلصت وقتها 9-0، ودي كانت اكبر خساره في تاريخ المونديال وقتها. كازادي الحارس الاساسي وقتها لعب اول 20 دقيقه استقبل فيهم 3 اهداف، ودي كانت اول مره في التاريخ حارس مرمى بيتغير من مباراه مش بداعي الاصابه. والحارس البديل توبيلاندو دخل ولقى الكوره حرفيا في شباكه من اول لمسه. العالم كله كان بيتكلم عن الماتش ده في وقتها، وصحف المانيا كتبت عنوان عار على الكره الافريقيه. بس خليني اقول لك ان كل ده ولا حاجه قصاد المأساة الحقيقيه اللي هتسمعها دلوقتي. جنون موبوتو وصل لقمته لدرجه انه بدل ما يبعت مدربين او دعم فني بعت 3 جنرالات من الحراس الخاصين بتوعه. الجنرالات دول دخلوا اوضه اللبس، واللاعبين بيقولوا ان هم شافوا الموت في عينيهم وقتها. والرساله كانت قصيره جدا بس صادمه جدا جدا. قدامكم ماتش البرازيل، ولو خسرتوا بفرق اكتر من 3 اهداف محدش فيكم هيرجع بيته، واهاليكم هيختفوا من على وش الارض. مويبي اولونجا قال بعد سنين من الحدث ده بعد الماتش موبوتو بعت حرس الجمهور يهددونا، قفلوا الفندق في وش اي صحفي وقالوا لنا ان لو خسرنا 4-0 من البرازيل محدش فينا هيرجع بيته. تخيل انك نازل تلعب قدام البرازيل وهتقابل ناس زي جارزينيو وريفيلينو وانت مش شايل هم الجول، انت حرفيا شايل هم الرصاصه اللي مستنيه اهلك لو دخل فيك الرابع. الماتش بدأ والبرازيل جابت الاول والثاني والثالث، وبقينا مستنيين الرابع نشوف ايه اللي هيحصل. وما زالت النتيجه لحد الدقيقه 79 3-0 للبرازيل، واي جول حرفيا هيدخل معناها اعدام تام للفريق. وفي الدقيقه 85 البرازيل اخذت فاول. قبل ما الحكم يصفر مويبو جري من الحيطه وشاط الكره بكل قوته عشان يطلعها بره. العالم كله قعد يضحك، والمذيعين الالمان وقتها فضلوا يقولوا بصوا الافارقه مش عارفين القانون. بس الحقيقه هي اللي كانت مرعبه، لان مويبو وقتها ما كانش جاهل بالقانون، ولكنه كان مرعوب من قانون تاني وهو قانون بوتو. تقدر تقول وقتها انه كان عايز يضيع وقت، يشتت التركيز، ياخد كارت احمر. المهم ان الحمد لله الحكم صفر والماتش خلص وانتهى بنتيجه 3-0 للبرازيل. مويبو قال بعد سنين ان انا في الماتش ده كنت بدافع عن اهلي وعن نفسي وعن حياتي، مش بدافع عن تأهلي او ال3 نقط. وكمان انا كنت واعي جدا بالقوانين، بس الحكم تساهل واكتفى بالانذار فقط. الماتش خلص 3-0 فعلا، واول ما الحكم صفر اللعيبه سجدت سجده شكر، بس مش على الفوز، لا ده على انها اتمدلها يوم تاني في حياتها. بعد المونديال اللعيبه رجعت بلدهم احياء، ولكن في الوقت ده العقاب كان مختلف. وبدل ما تستقبلهم عربيات فاخره زي ما حصل بعد كاس افريقيا، وقتها كان في عربيه جيش مستنياهم في المطار ودتهم مباشره على قصر الرئاسه. وكان مين اللي مستنيهم في القصر؟ ايوه عزيزي، هو موبوتو. كيدومو قال وقتها ان الرئيس كان زعلان جدا، بص لنا من فوق نضارته كده زي اب زعلان من عياله، وقال لنا انتوا فكرتوا تتمردوا؟ انا اديتكم كل واحد بيت وعربيه. وقتها مفيش لاعب واحد قدر انه يتكلم، السكون كان مرعب. وفي الاخر انا بصوت واطي طلبت الكلمه واعتذرت، ده اللي كنت قادر اعمله وقتها. خلص كلامه وقتها وقال ان المره الجايه هرميكم كلكم في السجن. وكعقاب منعوا كل اللعيبه ان هم يغادروا البلد. اتحطت لائحه باساميهم في المطار والمينا مكتوب عليها ممنوع المغادره، والفلوس اللي الحكومه كانت وعدتهم بيها اختفت وما عادش فيه فلوس، وفرص الاحتراف في اوروبا ضاعت للابد. مويبو بعد سنين قدر انه يسافر لبلجيكا واشتغل هناك وقتها عامل نظافه، وتوفى في 2015. روبرت كازادي حارس المرمى الاسطوري وقتها اللي كان لعب ماتش قدام بيليه مات في كوخ من الصفيح، وحرفيا اهله جمعوا له فلوس الكفن. وزي ما قلت لك في الاول لو اسمك كويس هيتحفر ويتذكر في التاريخ، وكمان هتلاقي اللي يقف لك 120 دقيقه بعد موتك ب60 سنه. موبوتو مات في المنفى، واللعيبه اللي هددهم وقتها عاشوا في فقر شنيع. ويبقى السؤال هنا، مين اللي كسب في النهايه؟ اللي صورته بتترفع في المدرجات كبطل ومنقذ، ولا اللي اسمه بقى مرادف للرعب والجنون؟ النهارده في الكونغو الديمقراطيه لسه في ناس بتدور على جثث احبابهم اللي اختفوا في عهد موبوتو، وفي ناس تانية لسه عايشين في نفس الفقر الشنيع ده زي اللي عاشوا لعيبه المنتخب 1974. والسؤال هنا، هل في موبوتو تاني في مكان تاني بيهدد لعيبه تانية، ولا كرة القدم اتحسنت عن التوقيت ده؟ قولوا لي رايكم في الكومنتس، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو بتشوفيني على يوتيوب، وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوز اللي جايه. واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.